أدى ذلك إلى وقوع إصابات كثيرة بين المدنيين، كما خلق عواقب إنسانية خطيرة على المدنيين. إن الوضع داخل الحيين كارثي على المستوى الإنساني بسبب القصف العشوائي الذي يستهدف منازل المدنيين والمرافق الخدمية الأساسية. بلغ عدد الضحايا المدنيين حتى الآن أكثر من 100 جريح و15 شهيداً، معظمهم النساء وكبار السن والأطفال. بالإضافة لذلك يعيش سكان هذين الحيين حصارا خانقا حتى يومنا هذا ومنذ ما يقارب أكثر من 5 أشهر، والمستلزمات الأساسية شارفت على النفاذ، وخاصة في المرافق الصحية والمشافي. القوات التي تهاجم الحيين منعت أي جهة طبية أو إنسانية حتى الآن من الدخول لإجلاء الجرحى المدنيين، وبالعكس تقصف بشكل عشوائي مستمر. إن ما تقوم به الفصائل الهجمية هي إنهاك صارخ لمواثيق حقوق الإنسان الأساسية. ندعو جميع الجهات المعنية الدولية والمحلية بقيام واجبهم الأخلاقي والعمل على إيقاف فوري لهذه الهجمات ضد المدنيين. كما نعلن جاهزيتنا لدخول الحيين لإجلاء الجرحى وإيصال المساعدات من طرفنا وفتح ممر إنساني. الوضع الإنساني اللي عم ينعاش بحيي الشيخ مقصود والأشرفية وضع إنساني جدا صعب وكارثي. من دين ومنستنكر كنحن منظمة إنسانية من دين هالهجمات الغير إنسانية الهمجية بشكل كتير كبير، وأيضا من دين السكوت الدولي الموجود ضد هالهجمات، ضد هالانتهاكات الموجودة بالمنطقة. نحن من يومين، من أول يوم عم نحاول نضغط انه يفتحوا الممر نقدر نوصل للمدنيين، لانه مع الاسف ما في اي خدمات صحيه تقدم للجرحى، وحتى لو كان جراحته الجرح تبعه مو كتير كبير كمان احتمال يؤدي لاستشهاده. كتير فينا نقول تجاوزات خطوط حمر عم يتجاوزوها مع هيك المجتمع المدني، المجتمع الدولي، المنظمات الإنسانية كاملة ساكتة بشكل كامل. وهذا السكوت مو بس هو رضا أو موافقة من ناحيتهم، هو بيكونوا شركاء بدم كل هالمدنيين اللي راحوا. الوضع إنساني يعني الوضع الإنساني كارثي جدا صراحة، نحن ما فينا نوصفه بأي كلمة كانت. يعني ما صارت ولا صارت استهداف مشفى كان الجريح فيها أسعف منذ ساعة ويرجع ينقصف مرة تانية، نرجع نسحفه لمكان تاني.